الأخبار الموجزة ليوم الأحد. يقول المتحدث الرسمي باسم الإمارة الإسلامية المولوي ذبيح الله مجاهد: تم تعيين مسؤولين بأمر من سماحة أمير المؤمنين حفظه الله تعالى. تم تعيين نائب حاكم مقاطعة غزني السابق سيد حنيف عبادة رئيسا لشرطة مقاطعة غوض، وتم تعيين رئيس مخابرات ولاية بنشير سابق قاري الحيدر نائبا لحاكم مقاطعة غزني. تقول بلدية كابل: أعيدت المنطقة الخضراء المغتصبة في المنطقة 15. أصدرت وزارة الخارجية للإمارة الإسلامية بيانا صحفيا تدين بشدة محاولة المتطرفين إهانة القرآن الكريم وحرق نسخة منه في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن. قام وزير الحدود والقبائل الملا نور الله نوري خلال زيارته لمقاطعة زابل بزيارة الحصن التاريخي لخالم خان الوالد لشخصية الوطنية ميرويس خان في منطقة شينكي في مقاطعة زابل. تم تسجيل الحصن المذكور في المعالم التاريخية من قبل وزارة الإعلام والثقافة، وشارفت أعمال إعادة الإعمار على الانتهاء. تقول الوزارة الأشغال العامة: يستمر عملية إزالة الجليد في سالنج، وحركة مرور السيارات الركاب تسير بشكل طبيعي. تم افتتاح معمل لتصنيع القطن وإنتاج الزيت في مقاطعة قندهار. عقد حاكم كابول الشيخ محمد قاسم خالد ونائبه الملا محمد يونس مخلص اجتماعا مع حكام جميع مناطق مقاطعة كابول لتعزيز التنسيق والأمن. تقول الوزارة المالية في نشرة إخبارية: بناء على اقتراح الوزارة المالية وبلطف الخاص لسماحة أمير المؤمنين لقطاع الخاص، تم العفو عن الضرائب الإضافية أي الغرامات الضريبية.